في شارع هادي في المطرية كان في شقة دايما ضلمة وما فيهاش صوت غير صوت خفيف بالليل زي همس وأنين. الناس افتكروا في الأول إنها شقة مهجورة، بس الحقيقة كانت هالة جوه مستنية حد ينقذها بعد ما اتدفنت بإيد اللي كانت بتحبه. هالة بنت عندها 23 سنة، كانت مرتبطة بوليد، شاب شكله طبيعي مؤدب بس مريض بالغيرة، بيمنعها من الشغل، بيفتش تليفونها، وبيمنعها حتى تقابل صحابها. مرة لقيته بيقول لها أنا الوحيد اللي ليكي، لو بعدتي عني هموتك. وللأسف ما كانش مجرد تهديد. في يوم حصلت خناقة عنيفة جدا سمع بيها الجيران بس مفيش حد اتدخل. تاني يوم محدش شاف هالة. وليد قال إنها سافرت، قفل الشقة واختفى. بعد أسبوع الريحة طلعت والجيران بلغوا الشرطة. لما فتحوا الباب كانوا بيدخلوا مقبرة مش شقة. كل حاجة كانت متغطية بالتراب، والدولاب الكبير اللي في أوضة النوم طلع مدفون فيه كيس كبير، جوه الكيس جثة هالة. ايديها كانت متكتفة، بقها مفتوح كأنها كانت بتصرخ وهي بتموت. التقارير قالت انها اتخنقت وماتت ببطء، وبعدها اتلفت واتدفنت في الدولاب. بس ده مش اغرب جزء. الشقة اتأجرت بعد كده لأكتر من أسرة، وكلهم خرجوا بعد أيام بيقولوا إنهم بيسمعوا صراخ بنت كل ليلة، صوت طالع من الدولاب والباب دايما بيترزع لوحده. وآخر ساكن هناك قال إنه شاف بنت واقفة في المراية بس وشها مش باين. ومن يومها محدش قرب من الشقة. بس انت تفتكر لو دخلت هالة هتفضل ساكتة ولا هتصرخ تاني؟ بس المرة دي عليك.